السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع كويزين مريم. سمعوا سمعوا سمعوا. الله الله، يا سلام يا سلام على التقرميشه وعلى الهشاشه. واحد لي شوصون واعرين ساهلين مهلين بدون عجين مورق، بواحد العجين ساهله ولذيذه، وواحد الحشوه معلكه. يا سلام، بلا كنتي باقا حيرة شنو توجد في طبيلة الفطور ديالك. هادو كيوجدوا دغيا كيخرجوا صلالة بكمية وفيرة، وما كيديوش معاكم بزاف الوقت، وما كيديوش معاكم بزاف المقادير. ندوزو نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير، عدلوهم حتى نتوما، خليو لي الرأي ديالكم. عندي في واحد البول غناخد نص كيلو ديال الطحين، معلقة كبيرة السكر، معلقة صغيرة د الملحة، معلقة كبيرة د الخل، واحد اليوغورت بالمذاق، لا ما عنده حتى مذاق، يogurt طبيعي، معلقه كبيره ديال الزعتر، مع كاس الا ربع ديال الزبده ذوبتها. وتقدروا ما تذوبوهاش، يعني خذوا 60 غرام ديال الزبده صافي. نرملوا الدقيق مع داك الزبده، نرملوهم مزيان، ومن بعد نجمعوا بالماء يكون بارد عادي، يعني ما دافي ما والو، غير نجمعوا العجينه بحال هي تشوفوا معايا. ما ندلكوها، ما دلكنا حنا اصلا كاملين بينا كيعجبنا ديك القضيه ما ديال الدلك، ما ندلكوش، فهمتوا؟ كيعجبنا ديك السهله مهله غير جمع العجين، نخليوها ترتاح وندوزو نوجدوا الحشوه اللي نحتاجو فيها. فلفله، شنو ما عندكم متوفر في الدار، فلفله، بصله، شويه دجاج. الا بغيتو تعملوا غير الدجاج عملوا غير الدجاج، بغيتو يعني تزيدوا الطون حيت نزيدوا من بعد، زيد اعملوا الطون بوحدو، اولا عملوا الدجاج بوحدو، اولا عملوهم بجوج. انا عملت شويه شويه. مهم فلفله، البصله، ودو شويه الدجاج، شحرتهم مزيان، زدت عليهم شويه د الملحه، شويه د البصل، شويه د الزعتر، تشحروا مزيان. زدت عليهم واحد البواطه ديال الطون مصفيه من الزيت، اولا عملوا بواطه ديال الطون ديال الماء، شحروهم شويش، ونزيدوا عليهم واحد العلبه ديال اولا كريمه ديال الطبخ، الثمن ديالها رخيص بزاف، 5 دراهم صافي. نشحروهم مزيان، ونزيدوا نزيدو الفرماج ديال الساندويتش، اولا اي اجبان عندكم. تقدروا تعملوا موتزاريلا، ولا تقدروا تعملوا اي حاجه صافي. الحشوه ديالنا صلاه على النبي، سالات وجات يا سلام معلكه من داكشي. نخليوها تبرد وندوزو العجينه اللي حتى هي كانت ارتاحت معنا. نذكر انا العجينه ما فيهاش الخميره، ما فيها لا خميره ديال الخبز ولا خميره ديال الحلويات، غير بديك المقادير اللي اعطيتكم. طلق العجينه مزيان، وتكون عندنا العجينه رقيقه، ما تكونش غليظه، يعني تكون رقيقه ولكن ماشي رقيقه عاوتاني ميته. ناخذ واحد القطعه دائريه، وانتم على حسب اش من قطعه عندكم، بغيتو تعملوهم مربعين، بغيتو تعملوهم باي اشكال بغيتو صافي. نقطعوا العجين كامله، ونحيدوا داك الزائد، غير نجمعوه بيدينا بلا ما ندلكوه، غير نجمعوه غير هكا وصافي. وناخذ كل دائره ونبسطها من الوسط بالدلك، نبسطها غير واحد شويه من الوسط، يعني ماشي كلها، غير من الوسط وصافي. ونشد العجين ديالي بحال اللي موضح في الفيديو، يعني بحال كنعمل نص دائره، فهمتوا؟ يعني كان نطوي العجين على النص ديالو، والصلاة على النبي كتكون في الوسط. وكنستمروا بنفس الطريقه، كنبسطوا الوسط ونعملوا الحشوه في الوسط ديال الدائره اللي عملنا، وصافي كنلفوا عليها بالنصف الثاني. نشدوا الجوانب، الا ما تشدوش معكم حاولوا انكم تدهنوهم بالماء، اولا قرصوهم هكا بيدكم. بالحق انا ما ننصحكمش تقرصوهم بيدكم، انا قرصتهم وندمت عليهم في الاخر، حيتاش ديك البلاصه اللي كتقرصوا فيها كيبقى لكم ملي كدهنوهم، كيبقى لكم داك الصفار الابيض، الصفار البيض كيبقى واحد تما، فهمتوا؟ نتوما بلا ما تقرصوهم صافي بسطوهم هكا بيدكم وسدوهم بالماء وصافي. كنستمر على نفس العمليه، سهله مهله كيف كتشوفوا. كنبسط الوسط، كنعمل الحشوه، كنشد ونغلقوا الجوانب كيف قلت لكم بالماء باش ما كيتحلوش معانا. كنستمر على نفس العمليه حتى كنكمل هاد المملحه ديالي كاملين، ونستفهم في اللاطه. والفران نسخنوه من قبل، يكون عندنا الفران سخون وصافي، وندهنوهم بصفار بيضاء
مع شويه ديال صوص صوجا او وشويه ديال الماء. ما عندكمش صوص صوجا تعملوا هي صفر بيضه مع واحد القطيره ديال الماء صافي. فلحوهم هكا بشويه من الوجه ديالهم، رشوا عليهم شويه ديال الجنجلان، شويه ديال بودور الشيا اولا اي حاجه متوفره عندكم في الدار. ما عندكمش خليهم مع هكاك ودخلوهم الفران تيطيبوا من الفوق، يعني يطيبوا من التحت عاد هبطوا الفران يطيبوا يتحمروا من اللوجه ديالهم. كيكون هذا هو الشكل النهائي. كيف قلت لكم كيجيو رائعين ومعلكين من داكشي الرفيع. هيا جربوهم، يعني ما غينجحوا معكم حتى نتوما ان شاء الله. هنا كنكون وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو. شكرا للتتبع ديالكم، ما تنساش دعمني بلايك ديالك وتعليق مزيان. بسلامه.